اهلا وسهلا بكبيدات ديالي. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحه جيده يا رب. وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. فيديو اليوم البنات كيف ما شفتوا في العنوان غادي نشارك معكم التقضيه الشهريه ديال اللحوم والدواجن. هنا جبرتوني البنات، جيت عند الجزار اللي كنتقدم من عنده، قلت نعمل هيدا جوله خفيفه تشوفوا المجزره المغربيه شنو كتبيع هنايا في اوروبا وخاصه في اسبانيا البنات. هنايا هانتوما كتشوفوا بديتكم من الباب البنات، ثم كانوا بعض الحاجات ديال الدول الاخرين ديال لاتينوس كواتوريانوس، وهنا حتى الخضره البنات. بغيت نشارك معكم اي حاجه كيبيعها باش تشوفوا شنو كيبيع فروتا، كيبيع الخضار، كيبيع كل شيء، اي حاجه كيبيع منا شويه. صورتكم القطاس هيدا من كل موطع والقشع البنات، اي حاجه فتشتوا عليها غادي تجبروها عنده. بزاف ديال الحاجات، العسل، السمن، مهم الزرابي، قصاعي، طناجر، طواجن، بزاف د الحاجات. انا كنت واحد المره شريت منه الطاجين والله الا خرج لي مزيون. هاد المره بدا كيتشق لي واحد شويه، قلت ان شاء الله عاود نشري من عنده. الثمن ديالو مهم ضروري كيزيد واحد شويه، ولكن الاثمنه مناسبه. انا الصراحه عجاني مزيون. هادشي اللي كاين البنات. هنايا عملت لكم جوله باش تشوفوا شنو كيبيع. الاثمنه ما قدرتش باش ما يجيش الفيديو طويل، فيهم الاثمنه البنات ملصقين فيهم، ولكن ما قدرتش هيدا نركز على كل حاجه. ان شاء الله الا بغيتوا هيدا الفيديو هيدا نركزكم على الحاجه والاثمنه مره اخرى ان شاء الله. وصورتكم الجهه عاود ديال الحاجات ديال المغرب، حسكسو، الخال، خميره ديال الحلوى. الجهه ديال عاود العرب البنات ديال سوريا ديال التركوس، حتى هما كيبيع الورق العنب، الملوخيه، كيبيع مهم كل شيء. صورتكم عاود ثم كونخيلادوريس البنات شنو فيهم، الزيتون، الحاجات ديال هذا اللوز. وهذا اللوز كيبيعوه ب10 اورو. المهم خليتكم الاثمنه باش تشوفوهم البنات. بالنسبه للوز فواكه الجافه باش تشوفوا الاثمنه ديالهم. صافي غادي نخليكم مع هاد الجوله البنات، ومن بعد ندوز نشارك معكم المشتريات اللي شريت.
قبل ما نبدا البنات بغيت نقول لكم تقديت البنات قبل ما نمشي عند هاد الكزار اللي كنتقدى من عنده انا. كان خصني التقديه، وقلت لراجلي صافي تقدى شي حاجه من هنا. عطيت له 20 اورو، جاب لي واحد الدجاجه. المهم شاركت معكم كلشي في الفيديو، غادي ننزل لكم ان شاء الله. ما عرفتش واش هذا قبل ولا اخر، كنظن هذا غادي ننزلو وعاد غادي نشارك معكم اخر. جاب لي نص كيلو ديال الكفته ونص كيلو ديال اللحم وواحد الدجاجه كبيره. وهاد المره كملت على التقديه البنات، غادي نشارك معكم كلشي ونقول لكم شحال جاتني. هادشي اللي كاين. ديك النهار اللي عطيت لراجلي يتقدى عطيت له 20 اورو، بقات لي 50 وتقديت منها هادشي هذا. غادي نقول لكم شحال جاتني. هنا غادي نشارك معكم شنو عندي هنايا، شنو جبت والاثمنه اللي عاقله عليه غادي نقول لكم، واللي ما عاقلاش البنات غادي نعطيكم المجموع اللي جاتني. المهم هنايا غادي نبدا لكم بالدجاج. الدجاج كيف ما قلت لكم راجلي جاب لي وحده كبيره وانا زدت جوج هادو صغارين، وحده كبيره هيدا متوسطه مهم كبيره باش نقطعها. وهادو البنات غادي نخلي وحده محمره وهيدا نقسمها نعملو في الفران هيدا ولا في شي حاجه هيدا البنات. المهم جبت هادو جوج، هادو ب7 اورو جوج. هنا فيليتي جبت كيلو ونص ديال فيليتيس كيعملوا البنات 96. المهم انا قلت له قسمهم لي هيدا، قسم لي النص فيليتيس والنص بينشيتوس كيلو ونص. هنايا عندي اليتاس، جبت كيلو ديال اليتاس البنات هاد المره حيت باقي لي واحد شويه من الشهر اللي فات. وفي هاد البولطه البنات جبت الكبسه ما قلت لكم مره اخرى، جاب لي نص كيلو وزدت كيلو، هي كيلو ونص. نص كيلو قسمته على جوج، عملت وحده عملتها في كونغيلادور. وهذه البنات هنايا كيلو. هنايا بالنسبه للكيلو ديال الكفته عاملين له هنايا 13.99. اثمنه كتزيد كل مره كتزيد ما عرفتش. المهم 13.99. بالنسبه للحم البنات كنت كان جاب لي نص كيلو وزدت نص كيلو. انا كنشري كيلو في الشهر يعني كافيني. وبالنسبه لنص كيلو ديال اللحم جاتني 5 اورو 50 كنظن. هيدا قليل 5 اورو 50. هنايا جبت الكبده ديال الدجاج كيلو، هذه ما عرفتش شحال الثمن ديالها حتى هنايا ما عرفاش، والله ما عرفت شحال الثمن ديالها هذه البنات. المهم جبت هذه الكبده. صافي البنات هادشي اللي شريت ديال اللحوم. كيف ما قلت لكم شرى لي راجلي شي حاجه من هاد الكزار اللي حدايا، وهادشي اللي كملت مع الكزار اللي كنمشي عنده. جبرت والله العظيم كيستناني قال لي هاد الشهر هذا، قال زعما راجلي ما جاشي. هنايا قلت له اعطيني العطمي ان شاء الله قطعهم لي هادو، ما كانوش عنده. قال لي صبر نقطع لك شي حاجه. قطع لي هاد الكميه هذه بلا فلوس البنات ما داخلهاش. غادي نقسمهم حتى هما ونعملهم في كونغيلادور، هيدا نعملو في الحريره ولا في الصوباط هيدا. هنا جبت هاد البولسات البنات هادو كنت شاركتهم معكم شحال هادي. قلتوا لي من كتشريهم؟ كنشريهم عند الجزار الصراحه. مره اخرى البنات الجزار هذا اللي حدايا باعوهم لي 7 اورو 50. وهاد المره مشيت من عند هذا سقسيتو مع تسالاولي شحال دوزوا لي شي عام وشي حاجه بنات، ولكن كنستعملوا غير بعض الحاجات هيدا بحال الخبز ملي كنعجن الرغايف. هيدا شي حاجه كبيره وصافي. هادو قطعهم لي 5 اورو. لواهم لي هنايا هما كيجيو بحال اللي مفسوخين. هانتوما هادو هاد المره جبت هادو خلاهم لي 5 اورو. المهم بقى لي 5 اورو، عطيتو 5 اورو. وهنايا البنات صافي تخلص لي كلشي، جاتني 56 حيت زدت هذه البنات. كنت غادي ندي 50 ولكن ملي شفت هادو قلت غادي نشريهم باش كيبقاو لي. هنايا جاتني 56 بين كلشي جاتني 56. هانتوما 56. وفي الاخر حتى خرجت ورجعت البنات عاد تفكرت هادو مشيت مورا باو البنات شريت 300 غرام ب 3 اورو. مهم هيدا ولادي مره كنعمل لهم ساندويش ولا شي حاجه حتى انا كيعجبني البنات. هادشي اللي كاين، هادشي اللي شريت هاد المره من عند الجزار البنات. كيف ما قلت لكم انا مبقيتش كنشري شي حاجات بزاف من عند الجزار. الخضره وداكشي ما كيعجبونيش. ماشي ما كيعجبونيش، مزيونين حلوين اكثر. انا كنشري في الصيف منه الدلاح وداكشي، اما الحاجات اخرين انا بالنسبه لي كيخسروا لي دغيا.
على ديك الشيء. ما هي الجزار الصراحه عنده الحاجات مزيونين هيدا، غير شنو دغيا كيطيب ديك الشيء دغيا كيطيب لهم. انا بالنسبه لي كيدوزوا لي فروته ما كياكلوها شي ولادي بزاف، كتبقى تفسد لي، اللهم كنشريها من ميركادونا. وبالنسبه لحاجات اخرين كنمشي كيف ما شفتوا، كنمشي لبارلا كنتقضى الحاجات هيدا تقضيه ديال شهرين، بحال السميده بحال فينو، بحال هذا التمر. انا صورتكم البنات تشوفوا الجزر شنو كيبيع بزاف ديال الحاجات، عنده القشوع، عنده طواجن، اي حاجه. المهم غادي تشوفوا في الاول ديال الفيديو، غادي تشوفوا هيدا الجوله باش تعرفوا شنو عنده بزاف ديال الحاجات. وعاد عنده ديال بلدان اخرين كيف ما شفتوا، كاين ديال كواتوريانوس، بيروانوس، ديال المغرب، ديال سوريا، ديال العرب حتى هما عنده بزاف ديال الحاجات. الصراحه هادشي اللي كاين البنات هنا. غادي نقول لكم صلنا لاخر الفيديو. كان هذا هو الفيديو ديالي اليوم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويكون مفيد لكم وتستافدوا البنات ولو بشي حاجه. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، تخليو لي تعاليقكم. واللي اول مره كتشاهد القناه كنقول لك اختي مرحبا والف مرحبا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد ديالي. شكرا لكم البنات، شكرا للدعم ديالكم والتشجيع ديالكم. غادي نقول لكم السلام عليكم والى فيديو جديد ان شاء الله.